لو انتي من الناس اللي بدأ يظهر لك تعرق شديد في الايدين او حتى في القدمين، والموضوع بدأ يكون مزعج بالنسبة لك وعايزة تتخلصي منه نهائي، اسمعوا الفيديو ده للآخر. معايا انا رانيا يحيى من روني كير. ليه بيحصل لنا تعرق في ايدينا؟ او اوقات كتيرة بيكون موضوع محرج ومزعج، وكمان بيبوظ الحاجة اللي احنا شغالين فيها او اللي احنا ماسكينها. الموضوع ببساطة لان احنا بيكون عندنا مشاعر خوف من الحاجة اللي احنا بنعملها دي دلوقتي. يعني ان احنا لو شغالين في بادئين في مذاكره جديد او شغالين في مشروع جديد، او خاصه لو بنعمل مشروع هاند ميد، او لو معانا مبلغ من المال وعايزين نصرفه وخايفين من ان احنا نصرفه ونضيعه، فطبيعي الخوف بيعمل تعرق شديد جدا في الايدين. بمجرد ما تطمنوا انه تثقوا في نفسكم والموضوع يتحول ان ايا كانت الحاجه اللي انا بعملها وايا كانت النتيجه انا هتحمل نتيجتها وانا مش خايفه، وتقنعي نفسك بكده وتستشعري الشعور ده جواكي، الموضوع هيختفي تماما. الفيديو الجاي هقول لكم عن سبب تعرق القدمين.